فين. ودي كانت أصعب لحظة بعد ما طلع النونة، لأنهم خدوها على الحضانة وكلنا كنا مخضوضين، وأخويا كان بيقول انتوا رايحين بيه فين، وحرفيا كانت لحظة صعبة قوي. تعالوا بقى احضروا معانا كل حاجة من أولها. هنا بقى كنا متحمسين قبل الولادة طبعا، وبنحضر شنطة البيبي، ونوجا كانت معايا وقاعدة تفتح شنطة البامبرز ومش عارفة تفتحها يعني، بس بقت تحاول فيها لغاية ما فتحتها. وبعد كده بقى هي قاعدة وقلت لكم باي باي، ها متحمسين جدا بقى وقلنا نحضر الشنطة مع بعضينا وخدنا خلاص، حطينا البامبرز بتاع البيبي ونوجا اقول لك خلاص يا نوجا كفايه، تقولي لا لا استني يا ماما خدي كمان. وحطينا الفوطه وحطينا كمان الهدوم بتاعه البيبي، هوريها لكم دلوقتي. بصوا بقى البنطلون صغنن ازاي في ايد نوجا، بنطلون نوني خالص جميل خالص. بصوا كمان الفانلة بتاعته، يا لهوي هدوم بيبي جميله جميله جميله. بصوا بقى السروبيتا دي اللي هو اصلا اما اتولد لبسناها له. بصوا هنا نوجا فرحانه جدا ان هي بتحضر الشنطه معانا بجد يعني. لا حاجات البيبيهات يا جماعه بتبقى جميله قوي. انا بجد كنت مبسوطه جدا وانا بحضر الشنطه. وديت شنطه كده حطينا البيبي جواه، وهنا كنا خلاص خلصنا الشنطه بتاعه البيبي وده الشامبوهات والحاجات بتاعته. وهنا بقى كنا بنقول كفايه يلا بينا. وهنا اتحمسنا اكتر وخدنا شنطة البيبي ونازلين بقى عشان نروح. وهنا كنا كلنا راكبين الميكروباص ورايحين على المستشفى. بجد كلنا كنا متحمسين ان هي خلاص هتولد وهتجيب لنا ادم الجميل العسل. ما كناش نعرف ان احنا هنتخض الخضة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. هنا بقى كنا كلنا مرمين على الباب، وهنا محمد كان بيمضي اقرار طبعا انتوا عارفين. وهنا كنا طلعنا هدوم البيبي عشان نديها لهم. وهنا قلنا نصور صورة كده جماعية مع بعض. هنا كانت شهد بتولد ومحمد يعني كان قاعد قلقان جدا جدا عليها. وهنا البيبي طلع يا دوبك ادولي محمد وراحوا واخدينه من ايد محمد وطلعوا يجروا بيه. طب بتجروا ليه؟ طلع البيبي عاوز حضانة وفضل جوه الحضانة 3 ساعات واحنا قلقانين جدا كلنا عليه. حتى شهد كانت تنام وتصحى تقول فين البيبي انا ما شفتوش، كانت قلقانه جدا عليه عشان كل شويه نقول لها دي احنا وريناهولك بس انتي بتنسي اما بتنامي. كانت واخده البنج بقى وكنا بنحاول نهديها. والحمد لله بقى البيبي طلعوه بعد 3 ساعات من الحضانه. وهنا بابا كان بيقرا له قران. على الصراط الفلاح قوم الصراط قوم الصراط الله أكبر الله